هنا ابتدت أول شرارة حب بين فاتن حمامة وعمر الشريف، وفي نفس الوقت ابتدت الخيانة في فيلم نهر الحب. وفي نفس المكان ده كانت رقصة الحياة بين نوال وخالد عند النافورة دي، ودي أشهر نافورة في السينما المصرية. النافورة دي موجودة في ركن الملك فاروق في حلوان. هنتكلم عن ركن الملك فاروق وهوريهولكوا كله، بس الأول خلينا أكلمكوا على فيلم نهر الحب. اتعرض سنة 1960. المشهد اللي اتصور في الفيلم اتصور لما فاتن حمامة اللي هي نوال في الفيلم جت من هنا ولفت حوالين النافورة كلها، وفضلت تمشي 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 وهي على نغمات الموسيقى، وجت هنا وقابلت عمر الشريف. ومن هنا بقى ابتدت أول شرارة حب. أما باقي الرقصة فرقصوها في مكان تاني، يعني هم خدوا جزء من الرقصة رقصوها في عند النافورة هنا في ركن الملك فاروق، وباقي الرقصة بقى يعني راحوا مكان تاني يكملوا الرقصة بتاعتهم. وأصلا الفيلم متاخد عن قصة عالمية روسية اسمها أنا كارنينا، وده مكتوب في التتر بتاع الفيلم. في الحقيقة الفيلم ده فيه كمية مشاعر رهيبة وكلها عكس بعضها. مش عارف تحب قصة الحب بين نوال وخالد وتتعاطف معاها، ولا تتضايق علشان بتخون جوزها اللي هو زكي رستم طاهر باشا في الفيلم، رغم انه كان قاسي جدا معاها وتقريبا هو اللي وصلها ان هي تخونه، ولكن برضو تقول ده مش مبرر يا نوال علشان تخوني جوزك. الحقيقة كمية مشاعر متضاربة مع بعضها مش طبيعية، وكاست العمل كله كان فظيع لدرجة انه وصلك للإحساس الملخبط ده اللي مش عارف لحد دلوقتي تتعاطف مع نوال ولا جوزها. والغريبة ان لحد دلوقتي بنحب الرقصة اللي رقصوها مع بعض في المكان ده. وزي ما قلت لكم احنا في ركن الملك فاروق، والنافورة دي موجودة في ركن الملك فاروق. ايه حكاية بقى ركن الملك فاروق ده؟ بص يا سيدي، استراحة الملك فاروق دي ما كانتش استراحة ولا حاجة، دي كانت عبارة عن كازينو اسمه سان جيوفاني. في سنة 1939 الملك فاروق كان معدي من هنا، فعجبه الموقع اللي موجود فيه الكازينو فقال اشتريه. فاشترى الملك فاروق واشتراها ب2000 جنيه. هتقولوا لي بس ايوه، بس انتوا عارفين 2000 جنيه في الوقت اللي هو بناها فيه كانت تسوى كام؟ يعني بقيمة دلوقتي طبعا ملايين كتير. بس بصراحة كان موقعها مميز جدا. وأصلا حلوان كانت مشهورة بالاستشفاء والعيون الكبريتية، واللي كانوا موجودين فيها هنا ملوك. كانت عبارة عن قصور، بس يعني مش استراحة ملك فاروق بس، لا ده كان فيها قصر خشيار هانم وقصر توفيق باشا. بس دلوقتي للأسف ده كله مش موجود، قصر توفيق باشا مهجور دلوقتي، مش يعني مش مفتوح، وللأسف حالته مزرية جدا. وقصر خشيار هانم برضو مش موجود، وكان هنا سكن الطبقة الأرستقراطية والملوك. المهم خلص الملك فاروق الاستراحة بتاعته سنة 1942 وهد الكازينو وبنى مكانه استراحة وعملها بمزاج عالي قوي، لدرجة ان هي لو شفناها من فوق خالص هتلاقوها بتشبه سفينة في النيل. يعني هو بناها على شكل سفينة، زرع فيها نباتات نادرة وشجر مانجا اللي لسه موجود لحد دلوقتي، تقريبا 33 شجرة مانجا بتتزرع لحد دلوقتي وبتتباع المانجا بتاعتها بالمزاد العالمي. الفكرة بقى انه بعد ما بنى الاستراحة دي اللي انتوا شايفينها جميلة وقد ايه فخيمة جدا، قعد فيها مرتين بس او زارها مرتين بس. هو بناها زي ما قلت لكم سنة 1942، جت الثورة سنة 1952. في خلال ال10 سنين دول الملك فاروق زار الاستراحة هنا وجه قعد فيها مرتين بس. لكن أكتر حد قعد هنا هي الأميرة فوزية أخت الملك فاروق. لما انفصلت من شاه إيران فالملك فاروق قال لها تعالي اقعدي هنا وروقي أعصابك كده وهدي أعصابك في الاستراحة الجميلة دي اللي على النيل، يعني ما شاء الله. شايفة مساحة فظيعة من النيل. وبعد ثورة يوليو سنة 1952 اتصدرت الاستراحة وبقت تبع هيئة الآثار. وفي سنة 1976 افتتحت رسميا ان هي تكون متحف لاستراحة الملك فاروق لحد يومنا هذا. ايه رأيكم بقى ندخل نتفرج على الاستراحة من جوه واوريها لكم حتة حتة؟ بجد هتنبسطوا جدا لان جوه فيه مقتنيات مش موجودة في اي مكان. يلا بينا.
مبدئيًا الاستراحة مكوّنة من 3 أدوار، دور أرضي للخدم والمطابخ والغسيل، والدور الأول وده المفتوح حاليًا، الدور التاني هو السطوح وهو مقفول حاليًا. الدور الأول موجود فيه مقتنيات الملك فاروق، أو خلّيني أقول لكم جزء من مقتنيات الملك فاروق، لإن طبعًا مقتنياته كتير جدًا وده جزء منها، حتى الاستراحة بتاعة الهرم جابوا حاجات منها وحطوها في الاستراحة دي. وإحنا دلوقتي موجودين في قاعة الاستقبال، هتلاحظوا معظم المقتنيات الموجودة فرعونية. وكانت معمولة مخصوص للملك فاروق ومكتوب عليها اسمه بالهيروغليفي، زي الجراموفون الملوكي ده مثلا مكتوب اسمه عليه بالهيروغليفي. والكراسي الجلد دي معمولة من جلد الغزال وبرضو عليها اسمه بالهيروغليفي. وبالمناسبة دي كانت قاعة التدخين، أيوة كانوا عاملين قاعة مخصوص للتدخين. أنا عايزاكم وأنا بصور تركزوا في التفاصيل لأن كل تفصيلة ليها حكاية، بس انتوا ركزوا. التماثيل الموجودة دي بقى رمز لمصر والسودان، لأن زي ما انتوا عارفين الملك فاروق كان حاكم مصر والسودان. ودي بلكونة قاعة الاستقبال، بلكونة كده ترد الروح، شايفين بتشوف النيل بمنظر واسع ازاي، حاجة كده فخيمة وجميلة. وكان عاملها تقريبا صغيرة عشان يقف فيها لوحده، واللي عايز يبص من البلكونة يروح البلكونة اللي جنبه. شوفوا عاملين يعني هو عامل كذا بلكونة وكلهم صغننين يا دوبك اتساع لشخص واحد بس. واللي تحت ده كان مرسى بيرسى عليه اليخت بتاعه، لما يحب يروح الناحية التانية ينزل ياخد اليخت بتاعه ويروح الناحية التانية وكذلك يرجع للاستراحة بتاعته. فحاجة كده روقان واستجمام. وده شطرنج الملك فاروق وبرضه بالفرعوني. أما دي كانت طاولة الخديوي إسماعيل، وده نيش مصري أصيل في الأطباق اللي كان بيستخدمها الملك فاروق. وزي ما انتوا شايفين الطبق كمان عليه التاج الملكي ومطعم بمية الدهب. وده الكونسول عشان يعلق عليه الجاكيت أو الطربوش بتاعه. وزي ما انتوا شايفين التفاصيل بتاعته برضو فرعونية، التعبان وزهرة اللوتس. والصورة دي صورة الأميرة فوزية وهي صغيرة. كل البراويز اللي هتلاقوها موجودة في المكان هتلاقوا عليها التاج الملكي ده. ندخل بقى على الغرف، ودي كانت غرفة الملك فاروق. هتلاقوها حاجة بسيطة كده. وعلى فكرة الفرش اللي موجود ده، الملاية اللي موجودة دي، الملاية كانت بتاعة الملك فاروق الأصلية وكان عليها التاج الملكي برضو، بس أنا نسيت أصوره. والصورة الجميلة دي كانت صورة الملك فاروق وهو صغير. ودي كانت غرفة شتوية وكانت بتطل على الحديقة والنيل، لأن اتجاه الشمس كان في الناحية دي. لأن حلوان زمان كانت يعتبر مشتى والناس بتروحها كمشتى. كانوا يقولوا إيه، إحنا مسافرين حلوان مش إحنا رايحين حلوان دلوقتي، لأ ده إحنا مسافرين حلوان علشان نشتي فيها. وده التويلت بتاع الغرفة زي ما هو متغيرش فيه أي حاجة. هنخرج بقى من غرفة الملك فاروق عشان نروح لغرفة الملكة نريمان اللي هي زوجته. كانت برضو واخدة الغرفة اللي جنبه. بصوا الممر كله داخل فيه الشمس بحيث انه يعمل تدفئة طبيعية للغرف. ودي غرفة الملكة نريمان، عسولة ورقيقة قوي بصراحة. وكل حاجة لسه موجودة، السرير والدولاب والتسريحة، كل مقتنيات الغرفة موجودة زي ما هي. حتى سرير البيبي ده سرير أحمد فؤاد ابن الملك فاروق والملكة نريمان. بصوا التفاصيل اللي في السرير ده مهمة جدا على فكرة. شايفين الدواير اللي محطوطة على السرير؟ دي مش دواير كده وخلاص، أنا عايزة أقول لكم الدواير دي بترمز لعدد الأقاليم اللي كان هيحكمها الملك فاروق، 48 إقليم. كل دورية عليها الشعار بتاع الإقليم بتاعها. وفي ظهر السرير مكتوب اسم أحمد فؤاد. بصوا بقى البرواز ده الموجود فيه صورة الملك فاروق مع الملكة نريمان يوم الزفاف بتاعهم. عايزة أقول لكم إن ده صورة فوتوغرافية تصوير استوديو. انتوا متخيلين الكواليتي عامل ازاي؟ انا ما صدقتش ان ده استوديو غير لما لقيت مكتوب عليه استوديو رياض شحاتة مصور جلالة الملك. يعني انا نفسي اعرف جاب الكواليتي ده منين والصورة دي كمان موجودة هناك، أنا مش عارفة دي صورة إيه، بس هي معمولة زي صورة الموناليزا، اللي هو لو رحت يمين أو شمال عينك عين الصورة معاك وأنت ماشي. فصورة بديعة مش مكتوب عليها أي حاجة بصراحة، علشان كده أنا معرفتش دي صورة إيه، بس جميلة. دي بقى نجفة معمولة بمية الدهب على شكل عش عصفور وجواه عصفورة. عجباني جدا ما شاء الله، حلوة قوي كانت دماغه عالية برضو الملك فاروق. عايزة اقول لكم ان في مقتنيات كتير وتفاصيل اكتر موجودة في المكان، لو صورتها كلها الفيديو مش هيخلص. لازم تيجوا وتزوروا المكان وتشوفوا قد ايه المكان ده فعلا جميل جدا، وفي راحة نفسية رائعة تخليك تفصل عن اي حاجة مزعجة وتديك طاقة ايجابية. المكان مفتوح كل يوم من الساعة 9 الصبح للساعة 3 العصر، وسعر التذكرة 20 جنيه.
وبس كده، توتة توتة خلصت الحدوتة، أكيد هتقولوا لي إنما شطورة. دي كانت حكايتنا النهاردة من ركن فاروق. يا رب يكون عجبكم الحكاية. لو عجبتكم الحكاية لايكات كتير بقى وفولو شير على قد ما تقدروا عشان غيركم يستفادوا، واستنوني في الفيديو الجاي. أنا ياسمين الجلاد، سلام.